3 اخوات كانوا غني جوي، اغنياء جوي. ابوهم مات وساب لهم تركه كبيره. حصلت القصه، حصلت بالمناسبه. فالاولاد جم يقسموا التركه، فقالوا نجيب ابونا الكاهن يحضرنا. فقسموا وقالوا احنا مش هنكتب اوراق ولا نمضي بعضينا، احنا بنثق في بعض وبنحب بعض وكله فاهمين. كان لهم اخ صغير لسه بيدرس، قال له ما تدونيش فلوس لغايه ما اخلص دراسه وابتدي اخد الفلوس بتاعتي واعمل مشروع. عقبال ما خلص 3 4 سنين اخواته كانوا رتبوا امورهم على النصيبين، مفيش تالت مش هيدوه. فبيقول لهم انا خلصت دراسه عايز اعمل مشروع. قال له احنا قسمنا احنا فلوسنا وانت مالكش عندنا حاجه. ازاي؟ مش انتوا حكيتوا قدام ابونا وانا ليا التلت معاكم، بس انتظرتوا لما اخلص دراستي واخد الفلوس واعمل مشروع؟ مالكش. وقعد هم الاخوات يتخانقوا ببعض. الاخ الصغير ده راح جاب ابونا الكاهن، قال له يا ابونا انت مش حضرت القصه دي؟ قال له ايوه يا ابني. هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا اني ماليش، حتى بيتخانقوا ببعض. فقعد هم الاربعه، ابونا والثلاث اخوات. الاخ الاصغر لما لقوهم نازلين خناق في بعضهم، قام قال لهم خلاص يا اخواتي، انا مش عايز، انا هحمل صليب المسيح في صورة ان انا هسيب حقي. انا مش عايز، بس ما تختلفوش انتوا مع بعض، ما تخسروش بعض، ما تخسروش ابديتكم. ابونا قال له يا ابني، قال له خلاص يا ابونا، انا همضي لهم على اوراق تقول ان انا ماليش معاهم خالص، ماليش اي حق. قام حضن اخواته وباسهم وقال لهم خلي بالكم من خلاص نفسكم، انا مش محتاج حاجه منكم، مسامحكم. قبل ايدين ابونا وقام مشي. بالليل وهو نايم العذراء قالت له انا قبلت عطيتك دي، قبلت انك تشيل الصليب، بكره تروح تتناول وهتاخد حقك في السماء. راح تناول الصبح ورجع نام، بيقوموه لجود سافر السماء. القصه دي حصلت، مش بحكي روايه ولا قعده مصاطب، لا ده قصه من اسرائيل. اصلي وبحقد في الصلوات، ما تمشيش ابدا. اصلي وبحسب، اصلي وبحكي وبدين، اصلي وبشتهي، ما دي معطلات. صلاتك زي جلتها، متاسف في اللفظ. لا، ما ينفعش كده.